ده وانج في عالم مليان بالرغبات والطموحات. بيبدأ وانج رحلته وهو مجرد روح بلا جسد فاقد لكل أعضائه، لكن متمسك بحلم واحد إنه يرجع لحياته كشخص عادي وسط اختبارات صعبة بين الحياة والموت. بيواجه تحديات بتكشف له أسرار نفسه والعالم من حواليه. بعد ما وصل لآخر تحدي وحقق أمنيته الحقيقية، فهل وانج هيقدر يرجع لحياته الطبيعية تاني ولا يقدر يثبت نفسه ولا لأ؟ ده اللي هنشوفه في حكايتنا النهاردة. عاوزك قبل ما نبدأ يا صديقي العسل تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وتدوس لايك، وتعالى بقى أقول لك الحكاية بدأت إزاي. بتبدأ قصتنا ببطلنا وانج بيفوق علشان يلاقي نفسه دايخ وراقد على سرير في مكان زي أوضة عمليات، بس في مكان متبهدل ومفيش فيه أي اهتمام، والسرير اللي نايم عليه وانج كله دم. بيبدأ بطلنا يفوق من البنج وبيقول هو أنا إيه اللي جابني هنا وجيت إزاي وليه حاسس إن دايخ قوي كده. دايما حاسس بفراغ، والفراغ ده مش قادر أفسره أبدا، وزي ما يكون اشتغلت شغل كتير. وبيبص حواليه بيلاقي مشرط وحاجات من الأدوات اللي بيستخدمها الدكاترة، فبيتفاجئ وانج وبيمسك المشرط وبيقول لنفسه هو المشرط ده عليه دم ليه. وفجأة بيخاف وبيقول هم شالوا كليتي ولا ايه، وبيرفع هدومه فبيلاقي انهم فعلا فتحوا جسمه وشالوا اعضائه. وقتها بيحس وانج بالدوخه، بيحاول يوصل لتليفونه وبيقول انا لازم اتصل بالبوليس علشان يلحقوني، غير ان انا عايز الاقي ياو. في نفس الوقت بنشوف دكاتره جزارين بيطلعوا كليه حد تاني بكل جبروت، وبيقول واحد منهم الدكتور لين بيحب ياخد الكليه بس. وشكل كده بطلنا وقع في ناس بتتاجر في الاعضاء. وهنا بيرد الدكتور التاني وبيقول له بس دي الكليه بتاعته متضخمه، يعني مش هتنفع في حاجه، غير انهم طلبوا مننا ناخد كل اللي نقدر ناخده. وقتها بطلنا بيعافر عشان يوصل لموبايله ويقدر يهرب، وبيسمع الحوار بين الاتنين الجزارين وبيقول هم ازاي بيتكلموا ببرود كده كانهم بيقطعوا في فرخه، بس انا ليه ما متش. بيوصل وانج لتليفونه وبيكون مفتوح على واجهه لعبه، فبيغضب بطلنا وبيقول هو فين زر الرجوع، انا خلاص بموت، عايز واجهه اللعبه كامله عشان اقدر ارجع. فجاه بيحس بالدوخه، وقتها وانج بيقول هو الجرح اتفتح ولا ايه، وبيكون مش ظاهر في واجهه اللعبه قدامه غير انه يقدر يستخدم الحصان الميت، وده بدايه لعالم الرغبه. وقتها اللعبه بتبلغه انه لازم يحبس رغباته، ولو مات ده مش معناه ان رغباته اختفت، بالعكس يقدر يحقق رغباته من خلال اللعبه، لان الرغبه ملهاش نهايه. فبيغضب وانج وبيقول ايه الهبل اللي بيعملوه ده، انا عايز اعيش، لازم اعمل اعاده تنشيط للعبه. فجاه بيلاقي نفسه دخل جوه اللعبه، فبيتفاجئ وانج وبيقول هو انا دخلت اللعبه ولا ايه. وبيبص على جرحه وبيقول كويس ان انا لسه عايش والجرح اختفى، بس كليتي اكيد راحت. فجاه بيظهر نور قوي وبيقرب النور من بطلنا، فبيظهر اتوبيس وبيقف قدام وانج وبتنزل منه بنت، فبيفتكر بطلنا انها بنت جميله، لكن اول لما بيشوف وشها اللي عامل زي الاراجوز بينصدم وبيقول هسحب كلامي تاني، دي مجرد لعبه من الحرير الاسود. والبنت دي اللي هنعرف انها رونجر ملكه الرغبه بتحاول تخوف بطلنا، لكن وانج ولا بيهمه وبيقول لها هو المفروض ان انا اخاف من البرنامج ولا ايه، دي مجرد لعبه، غير ان هم فضوا جسمي اصلا، يعني هخسر ايه اكتر من كده، هو ده احترام الذات اللي ملوش وجود اصلا. يا ترى انت جاي تقتلي شخص ميت؟ اصلا كل ما افكر في الموضوع بالطريقه دي بحس ان صدري فاضي ومفيش اي اعضاء جوه، وزي ما يكون بقى اوسع. بيفضل بطلنا يضحك ويتريق على نفسه، وهنا رونجر بتفضل تقول لنفسها هو الشاب ده مجنون ولا ايه، وبتشاور له وبتقول له ادخل الاتوبيس. فبيرد بطلنا وبيقول لها مفيش مشكله، انا عرفت انت عايزه ايه. بيبص لها بصه مخيفه جدا عشان يخوفها وبيقول لها لو عايزين اركب قولي لي ارجوك اركب العربيه يا سيدي. فبتتفاجئ رونجر وبتضحك وبتقول له بطل هزار، هو انت ما سمعتيش انا قلت لك تقولي ايه، قولي ارجوك اركب العربيه يا سيدي. وبيغضب عليها فبتغضب رونجر وبيبدا وشها يبقى مخيف زي الشبح، وبتقول له اركب العربيه يا سيدي وبتصرخ بكل قوه. فبيغضب وانج وبيقول لها انا واحد ما عنديش اي اعضاء فمش فارقه معايا كتير، في جميع الحالات انا ميت. وبيديها ضربه قويه على وشها بيخليها مش عارفه تتلم على بعضها، وبيقول لها دلوقتي قولي ارجوك اركب العربيه يا سيدي ولا مش هيحصل لك كويس. في اللحظه دي رونجر بتغضب ان بطلنا ضربها على وشها وملامحها بتبقى مخيفه اكتر، وهنا بتقول له واضح ان انا كنت مهمله وما خوفتكش كفايه. فبيبص لها وانج بصه كلها شر وبيقول لها هتقولي ولا لا. فبترد رونجر وبتقول له واضح ان مش هقدر عليك، والغريبه انها بتخضع بدل ما تضربه. وفي اللحظه دي بتقول له اركب العربيه من فضلك يا سيدي. فبيرد وانج وبيقول لها ايوه كده عشان نعرف نمشي مع بعض. ومجرد ما بيعدي من الباب الاتوبيسي اللي شكله غريب زي ما يكون بينقله لعالم تاني، فجاه بيلاقي وانج انه لابس هدوم جديده ونضاره وحاجه اخر روقان، فبيفرح وبيقول هو انتوا هتدوني هدوم كهديه؟ حلو قوي الكلام ده. وجوه الاتوبيس بيشوف ناس كتير، فبيتفاجئ بطلنا وبيقول الاتوبيس ده اتدمر خالص، وبيروح يقعد جنب بنت وكمان عمالين يبصوا على وانج، وبتكون البنت اللي قاعد جنبها وانج جميله جدا، فبيسالها عن اسمها ولسه البنت هترد عليه بتدخل رونجر وبتقول لهم اهلا بيكم في عالم الرغبه، انا ملكه الرغبه وانتم في تحدي وهيبدا دلوقتي. وبتكون ملكه الرغبه عن وحش بيتغذى على جسم البشر، وعشان نعرف مدى وحشيه ملكه الرغبه في مره من المرات قرت على واحد من رجالتها وكلت قلبه. وبنرجع للتحدي وبتقول لهم رونجر ان اول تحدي هيواجهوه اسمه التخلي عن المهمه، ودي حاجه محتاجه منهم حاجات بسيطه. وبتقول لهم رونجر اسمعوا لي كويس قوي، في ال10 دقايق هنعدي من الجسر، والجسر حالته وحشه جدا مش هيفضل شايلنا كتير، وده يخلي الجسر ينهار
والكل هيموت، بس شخص واحد بس هو اللي لو نزل ساعتها هنقدر نعدي من الجسر وهنكون بامان. اما بخصوص مين هو الشخص ده خلونا نصوت، وساعتها نقدر كمان نرميه بره العربيه بالقوه لو رفض. بس اللي يقدروا يكملوا التحدي النهائي هم اللي حققوا رغبتهم. قدامكم 9 دقايق من دلوقتي. وقتها واحد من اللي في الاتوبيس بيقول لها طب وايه اللي بيحصل للشخص اللي بينزل من العربيه؟ فبتقول له بنظره مرعبه اكيد هيموت. في اللحظه دي وانج بيكون ولا فارق معاه وبيقول لنفسه الموت مش حاجه وحشه قوي، الحاجه المخيفه اكتر ان موبايلي ما عملتوش اعاده ضبط، بس يا ترى انا دلوقتي ميت ولا عايش؟ في الوقت ده بيكون في واحده من الموجودين حامل وبتقول لهم ارجوكم ما تخلونيش انزل، انا لسه ابني هيتولد مش هقدر اموت دلوقتي. وبيقول واحد تاني انا تعبان ولازم اتعالج، والتالت بيقول انا ابني في العنايه المركزه ولازم اوصل له، واللي بيقول انا والدي كان راجل مطافي واتحرق جامد هو بينقذ الناس وانا لازم اخلي بالي منه. وكل واحد بيبدا يدي سبب عشان يفضل عايش ويفر بحياته. وقتها بطلنا بيقول لهم انتم كلكم دلوقتي بقى عندكم اسباب قويه تخليكم ما تموتوش، على كده بقى ان انا لازم ارجع اعضائي ولا حاجه بالنسبه لكم. في اللحظه دي بيرد عليه واحد لابس نظاره وبيقول خلوا بالكم الوقت بيعدي، انا شايف ان احنا نبدا تصويت. لو هنفكر بطريقه عقلانيه اول حد لازم نخلص منه هو اضعف واحد في الفريق. رغم ان انا متاسف جدا بس انا رايي ان الست الحامل دي هي اللي لازم تخرج من العربيه. وساعتها الكل بيتفقوا معاه وما بيصدقوا ينجوا بحياتهم وبيقولوا ينجدوا بنفسهم باي طريقه حتى لو يفقدوا انسانيتهم. وانا بيقولوا ان ده اول تحدي ليهم ومش عارفين ايه اللي مستنيهم بعد كده. فبتخاف الست الحامل وبتفضل تقول لهم بس انا حامل، ازاي ما عندكمش اي رحمه ولا انسانيه كده؟ وبتفضل تعيط وبتقول لهم فين الانسانيه؟ فبيرد الشخص اللي لابس نظاره اللي اقترح عليها انها تموت وبيقول لها احنا دلوقتي في عالم الرغبه، كلنا عندنا رغبات وعايزين نحققها. لو انت شايفه ان احنا وحشين قوي كده امال انت ايه؟ هو انت شايفه ان انت لما تستخدمي موضوع حملك وتضحي بينا هو ده الاخلاقي؟ فين انسانيتك وضميرك لما تسيبينا ننزل ونموت؟ انت مش شايفه ان انت كده قاسي قوي انت كمان؟ فبتفضل الست الحامل تعيط وبتقول الموضوع مش كده، ارجوك ما تعملش معايا كده. وقتها الكل بيطلع الشيطان اللي جواه وبيوافقوا على انها هي اللي تخرج من العربيه عشان هم يعيشوا. في نفس الوقت الست الحامل بتفضل تقول لهم ارجوكم ما تسيبونيش اخرج من العربيه، ويمسكوها بالقوه عشان يرموها بره العربيه وهي بتفضل تترجاهم وما يرموهاش. وقتها ملكه الرغبه بتسخنهم اكتر وبتقول لهم خدوا قراركم بسرعه عشان احنا قربنا على الجسر خلاص. في اللحظه دي بطلنا بياخد باله من ملكه الرغبه وبيلاحظ انها بتضحك، فبيقول لنفسه انا ليه حاسس انها مبسوطه عشان نجحت في حاجه عايزه تعملها؟ ممكن يكون هو ده اللي هي عايزاه، عايزه تحولهم لوحوش. اهم حاجه رغباتهم حتى لو هيفقدوا انسانيتهم ويضحوا بالست الحامل دي. وبيحاولوا يرموا الست الحامل بره لكنها بتفضل ماسكه في العمود اللي جوه الاتوبيس وتترجاهم وبتطلب المساعده عشان خاطر ابنها. ولسه ايديها تفلت بيمسكها وانج وبيدخلها جوه الاتوبيس وبيقول هو انتوا نسيتوا ان انا لسه ما قلتش رايي؟ فبيرد الراجل اللي لابس نضاره بيقول لهم مش مهم سواء قلت رايك ولا لا. فبيرد الباقي وبيقولوا له ده قرارنا كلنا، لو عايز تموت علشانها يلا ارمي نفسك. فبيرد وانج وبيقول لهم انتوا كلكم غلطتوا من البدايه وما خدتوش بالكم ان ملكه الرغبه قالت اننا لازم ننزل شخص واحد بس عشان نعدي الجسر بسلام، لكنها ما قالتش ابدا ان لازم تختار واحد مننا، فما ممكن نضحي بيها ونحافظ على الفريق كله. فبتغضب رونجر وبتحاول تاثر عليهم وبتقول لهم انا بحذركم لو ما رميتوش الست دي انتوا اللي هتموتوا. فبيضحك وانج وبيفهم اللي فيها وبيقول لنفسه دلوقتي فهمت هي مستعجله على الموضوع ليه. وهنا الراجل اللي لابس نظاره بيقول له كل اللي انت بتقوله ده مجرد تخمين وممكن نضيع وقتنا. فبيرد وانج وبيقول له انت مش قادر تفكر بوضوح، طب ما نرمي رونجر، هي الوحيده اللي بره الفريق، خلونا نرميها بره ساعتها الكل هيبقى في امان. فبتتفاجئ ملكه الرغبه وبتغضب وبتقول له ايه الكلام اللي مالوش لازمه ده؟ لكن وانج ولا بيهمه وبيرفع ايده وبيقول مين اللي موافق ومين اللي معترض على رايي. فبيفرح الكل بيشوف ان فكره وانج حلوه وبيقولوا احنا ليه ما فكرناش في الموضوع ده قبل كده، وبيهجموا على ملكه الرغبه. وهنا وانج بيقول لها دلوقتي بقى يا حلوه اتفضلي اخرجي من العربيه. وفي اللحظه دي رونجر بتغضب وبتقول لا مش ممكن تجبروني اخرج من العربيه. فبيقول لها وانج انت قرفاني من اول ما دخلت العربيه وعماله تدي في اوامر، بس انا شايف ان انت مش هتقدري تقاومي. لو انا مش غلطان ففي قواعد تخليكي ما تقدريش تاخدي اي حد من الراكبين. فبشيت رونجر من الغضب وبتروح عشان تمسك في بطلنا وبتقول له انت جبت اخري. فبتزقها وانج بعيد وبيقول لها انت لا يمكن تفضلي اكتر من كده معايا في نفس العربيه، اخرجي من هنا حالا. فبتقع رونجر من العربيه وهي بتصرخ جامد وعلى طول بتقفل باب العربيه. وفي نفس اللحظه بيتكتب على ازاز العربيه انهم وصلوا خلاص وده وقت نزولهم، وده معناه انهم نجحوا فعلا. وهنا بيقول واحد منهم عظيم شكلنا كده عدينا المستوى ده اخيرا. فكلهم بيكونوا مبسوطين جدا لكن فرحتهم ما بتطولش لانهم مجرد ما بيخرجوا من العربيه بتسيبهم العربيه في مكان مخيف وبتمشي. في الوقت ده بنشوف رونجر واقع على الارض وبتبص في مرايه ومتبهدله على الاخر وبتقول وهي كلها حقد من وانج كان ممكن ارجع زي الاول، كل ده حصل بسببه، انا لا يمكن ارحمه، موته هيكون على ايديا. نرجع بقى تاني للباقيين اللي بينزلوا في مكان مخيف ولا عارفين ايه اللي هيحصل لهم ولا هيقابلهم ايه، ويبداوا يسالوا نفسهم
هما كلهم يأس. يا ترى ممكن نخرج من كل ده عايشين؟ احنا مش عايزين نموت، يا ترى هنخرج من هنا ازاي؟ اما بقى بطلنا فكان على عكسهم عادي، وكان كل اللي بيفكر اذا كانت دي بدايه تحدي جديد. وفجاه بتظهر قدامهم واحده بتقول لهم انتم من المتطوعين الجداد، انا العميد هنا، تعالوا معايا، انتوا وصلتوا في الوقت المناسب لان الخالدين جعانين. هما بيروحوا وراها بيدخلوا مكان غريب وسقفه غريب نازل من رجلين دراعات غريبه، وده بيخلي المتطوعين يخافوا اكتر. بس ما فيش قدامهم حل انهم ينجحوا في التحدي ده ويعدوه. وبتقسم العميده عليهم الاوض، كل واحد منهم مسؤول عن 3 اوض، وعلى باب كل اوضه ورقه بالتعليمات المطلوبه، وعليهم انهم يراعوا كبار السن اللي في الاوض او الخالدين زي ما بيقولوا عليهم حسب التعليمات دي بالظبط، واللي عقابهم هيكون عسير. وبتعرفهم بمكان المطبخ المشترك واللي موجود في الدور الاول جهه يمين. وعلى طول بترمي العميده الورق بارقام الاوض للمتطوعين وبتقول لهم خليكم فاكرين اللي قلته كويس جدا، ابداوا مهمتكم يلا بسرعه علشان الخالدين مش قادرين يستنوا اكتر من كده. وبيجري المتطوعين ياخد كل واحد فيهم ارقام ال3 اوض، وقبل ما تمشي العميده بتنصحهم بانهم يفضلوا في اوضهم وما يخرجوش منها ومجرد ما يجي الليل، وانهم ما يناموش كتير بالليل. شكل كده الوحوش والاشباح بتظهر بالليل، عشان كده هي بتحذرهم. طب والله يكتر خيرها. بعد كده بنشوف بطلنا ماسك ورقه برقم اول اوضه، وبيلاقي ان مهمته الاولى هي طبخ لحوم كويس لراجل عجوز. وده بيقرر وانج يروح للمطبخ، وبيكون وانج لسه فاكر مكان المطبخ واللي في الدور الاول، وعلى طول بيروح لهناك. ولما بيوصل بيلاقي المطبخ مليان ببقيه المتطوعين، ومن ضمن الموجودين بنشوف شخص اسمه ليو، واللي اول ما بيشوف وانج بيبدا يتكلم عنه وبيقول ان وانج مش مجرد انسان عادي، وبينصح بعض بناء على خبراته الطويله في عالم الرغبه بانهم لو وصلوا لنهايه التحدي فاحسن ليهم انهم ما يحاولوش يرجعوا الموتى للحياه، لان وقتها هيكون ارتكبوا اكبر جريمه في حق البشريه. المهم وانج بيسيبهم كلهم ملمومين عمالين يتكلموا، وبيركز على مهمته. وبعد ما بيطبخ اللحوم كويس بياخدها وبيروح للراجل العجوز اللي بيكون شكله غريب زي الزومبي وراقد على السرير خلصان. واول لما وانج بيدخل بالاكل الراجل العجوز بيقوم من على سريره وهو مش قادر حتى يمشي، بس اول ما بيشوف اللحمه بيهجم على الاكل وكانه ما شافش اكل من فتره كبيره، وبيخلصه كله بيكون اقوى. وبعدها على طول بيهجم على بطلنا بيحاول يطلع اعضائه من جسمه، لكن بيتفاجئ بان وانج ما عندوش اي اعضاء في جسمه خالص، وبيكون مصدوم وبيسال نفسه ازاي. وبيحاول مره تانية وبيمد ايده في بطن وانج لكن برضه ما بيلاقيش اي حاجه. وبيحاول بطلنا يمسك نفسه على قد ما يقدر زي ما امرتهم العميده، لكن صبره بينفذ. وهنا بقى بطلنا بيكون جايب اخره منه، وعلى طول بيمسك العجوز من راسه وبيفضل يخبط فيها في الارض لحد ما بيخلص على الراجل العجوز خالص. شكل كده وانج وقع نفسه في مشكله كبيره. في الوقت ده بتدخل الست الحامل وهي بتطلب المساعده، ولكنها بتفاجئ بوانج قتل العجوز. ساعتها بتخاف وبتقع الست الحامل على الارض وبتفقد وعيها. وقتها وانج بيسيبها مرميه على الارض وبيقول للراجل العجوز بالرغم ان مهمتي ان اهتم بيك بس انت اللي اضطرتني ان احطم راسك. وبيرفع راسه من على الارض وهو بيقول له خلينا ناخد صوره. وهنا بقى كل ده بيتغير فجاه لما بيستخدم بطلنا تذكره الروح الشريره وبيرجع بالزمن لورا وقت ما قدم الاكل للعجوز، وكمان بيقدر يسيطر على العجوز والوضع بيعدي على خير، وبياكل العجوز اكله وخلاص. وبتكمل مهمه وانج الاولى في المستوى ده. بعد كده بيجر وانج الست الحامل بره اوضه العجوز وبيصحيها، واول ما بتفوق وتشوفه بتخاف تاني وبتحاول تصرخ، لكن وانج بيحط ايديه على بقها وبيقول لها ما تخافيش، اسمعي لكلامي مش هيحصل لك حاجه. وبيكمل وبيقول لها في الحقيقه انا شخص كويس فحاولي تساعديني وخلي الموضوع ده سر بيننا. فبتوعده الست الحامل بانها تحافظ على سره، وبتروح تمسك برجله وبتطلب منه هو كمان انه يساعدها، وهي مستعده توعده باي حاجه. المهم بيوافق وانج انه يساعدها بس بشرط تعرفها كل شيء عنها وتسمع كل اللي بيقوله ليها. وبتبدا تعيط الست الحامل وبتحكي لوانج عن نفسها وان اسمها يونلي. في الوقت ده بنشوف بقيه المتطوعين متحورين كلهم من الخالدين اللي شكلهم كده كانوا بيحاولوا ياكلوهم، واللي منهم ودانهم متاكله ومنهم اللي رجليه متاكله زي ليو اللي كان عامل فيها عنده خبره بعالم الرغبه، ومنهم اصلا اللي ما رجعش واتاكل كله. ويبداوا يسالوا عن وانج الراجل القوي اللي كان معاهم في العربيه زي ما وصفوه، ويفتكروا انه اتاكل هو كمان. في الوقت ده بتيجي العميده وبتسالهم اذا كملوا مهمتهم، وبيكون في دم على بقها وبتمسحه بمنديل، والكل بياخد باله وبيسالوا نفسهم عن الدم ده ليه واللي بيكون على بقها، وبيقولوا لبعض شكلها لسه مخلصه اكل واحد، وبيخافوا وبيسالوا لبعض هي مش هتاكلنا لو ما كملناش مهمتنا مش كده؟ وبيقولوا لها المهمات دي صعبه. فهي بتبتسم وبتقول لهم مش مهم تكملوا المهمات، انتم المتطوعين مش كويسين كفايه بس لسه طعمكم حلو. ساعتها هم بيتصدموا وبيقولوا لبعض ايه اللي بتقوله ده، هي اكيد مش انسان. في الوقت ده بيوصل وانج ومع الست الحامل، فالعميده بتناديهم وبتقول لهم انتوا ايه اللي موقفكم بعيد كده، كنتم فين؟ فوانج بيحاول يتمحلس وبيقول لها قال يعني معجب بجمالها، لكن العميده بتقول له قدام الكل خلي بالك لو فشلت هتتعاقب، فيا ريت ده ما يحصلش، فاضل ساعتين والليل يجي بسرعه كمل مهماتك. الرجال الخالدون مش هيفضلوا مستنيين، لكن بتوشوشه في ودنه وبتقول له بالمناسبه انا هاجي لك لوحدي بالليل، وبتمشي وبتسيبهم. وبيبدا المتطوعين يسالوا وانج هو كل ده كان فين وايه اللي حصل له، ويا ترى كمل مهمته ولا لا، وبيسالوه لو لقى حاجه ممكن تساعدهم في اللعبه دي. في الاول وفي الاخر هم كلهم بشر وكمان في مركب واحده ولازم يساعدوا بعض، لكن وانج بيداري عليهم موضوع تذكره الروح الشريره وبيرفض يساعدهم، وبياخد الست الحامل وبيمشوا، وبيحاول ليه يوقفوا لكن من غير فايده. وبيرجع يحاول يقنع وانج وبيستضعفه وبيحكي له عن رغبه
الشهوة اللي عنده وازاي بدأت وانه كان مجرد ومرات ضيع فلوس كتير على القمار وتراكمت عليه الديون وكان مصيره الضرب والإذلال بسبب الديون دي اللي وصلت لمليون جنيه. ومن هنا بدأت لعبة الشهوة ودخول ليو عالم الرغبة من أجل تحقيق رغبته في المليون جنيه. وبعد دخول ليو عالم الرغبة بيقدر انه يكمل التحدي ويجمع الفلوس اللي كان بيحلم بيها ويكون معاه المليون فعلا. لكنه بعد ما بيرجع العالم الحقيقي بيتفاجئ بان ابوه مات بعد وقوعه من على ارتفاع عالي من المبنى اللي كان شغال فيه. صحيح هو حقق رغبته وحصل على المليون بس في المقابل فقد ابوه اللي لحد دلوقتي راقد في غيبوبة في المستشفى. وهنا بطلنا بيقول لنفسه شكل كده الرغبات ما بتقعش من السما كده لوحدها من غير مقابل. يعني انا رغبتي ارجع اعضائي جوه جسمي لكن ممكن لما ارجعها الاقيها فاسده او يحصل معايا شيء مش كويس. عشان كده لازم في النهايه اخلي بالي كويس عشان اتجنب النتائج السيئه على قد ما اقدر. في الوقت ده ليو بيقطع تفكير وان وبيقول له عشان كده لازم كلنا نساعد بعض. كل واحد فينا مسؤول عن 3 اوض واحنا لسه في اول واحده وكل واحد فينا خسر جزء من جسمه. يعني انا مثلا قدامك اهو رجلي ضاعت لكن وانج بيصر على كلامه وبيقول له انا قلت لك قبل كده ما تقلقش اني ما لقيتش اي اليات للعبه لحد دلوقتي. بعد كده بنشوف الست الحامل بتطلب من وانج يساعدهم هم كمان لكن وانج بيقول لها انت لسه بتدافع عنهم مش هم دول نفسهم اللي كانوا بيتخلوا عنك ويرموكي من العربيه. لكن هي بترد وبتقول له انا لو كنت مكانهم كنت اعمل نفس الحاجه. فبعد كل شيء انا عندي انا كمان رغبات وعايز احققها. والكلام ده بيفكرها باللي حصل معاها قبل كده وقبل ما تدخل بعالم الرغبه بعد ما مات جوزها في مهمه انقاذ بحكم شغله كرجل اطفاء. وقتها الدكتور بلغها ان طفلها مشوه ولازم تنزله لكنها رفضت واصرت تحتفظ بطفلها وده خلاها تدخل عالم الرغبه عشان تحقق رغبتها في انها تولد ابنها سليم. بعد كده بنشوف وانج بيحاول يساعد الست الحامل في مهمتها فبيمسك بالراجل العجوز وبيساله لكن العجوز ما بيفيدهوش. لكن وانج بيفكر شويه وبيقدر يوصل انه ممكن يكون المكتوب على الورق اللي على الارض عكس المطلوب منهم عشان يقعوا في الغلط ويكون فريسه للخالدين. وعلى طول بتروح يونلي الحامل عشان تكمل مهمتها زي ما قال لها وانج وفهمها. وبعدها بيجي الليل وبنشوف وانج راقد في اوضته وبيسال نفسه اذا كانت يونلي نجحت في مهمتها ولا لا. وفجاه الباب بيخبط وبتطلع العميد لكن وانج بيقدر يخدعها ويتهرب منها. وهنا بتؤمن العميده بطلنا بانه يروح يدور على المتطوع المسؤول عن اوضه 401 واللي اختفى وبيرفض بطلنا بما انها امرتهم بانهم ما يخرجوش بالليل. لكن العميده بتقنعه بانها هتكافئه في المقابل وبتمشي العميده. وبيبدا وانج يفكر يا ترى مين من المتطوعين ناقصه وبيفتكر انها البنت البيضاء اللي كانت قاعده جنبه في العربيه وبيقول هي فعلا انا حتى ما شفتهاش من بعد الظهر بس يا ترى هي عايشه ولا ميته. وعلى طول بيخرج وانج من اوضته وبيجري يدور على البنت البيضاء وبيتبع بطلنا شبح بنت بتروح جنب ودنه وبتضحك وبتقول له اخيرا اتقابلنا. في اللحظه دي وانج بيشجع نفسه وبيقول انا مش لازم اخاف ابدا انا ما عنديش اعضاء والاشباح مش هتقدر تاذيني الناس بس واللي ما خافش منهم هم اللي بيأذوني. المهم بيحاول يهرب من البنت الشبح اللي ظهرت له وهي بتجري وراه عشان تلحقه وبأعجوبه بيقدر وانج يهرب من البنت الشبح. وبعدها بيوصل لاوضه 401 اللي كانت مسؤوله عنها البنت البيضاء وبيقرأ ورقه المهمه المكتوبه ومتعلقه على الباب الاوضه واللي بتقول ان المفروض ما تلعبش لعبه الغميضه مع العجوز المسؤوله عنه واللي بيحب يستخبى ورا الستاير. وبيقرر وانج يدخل الاوضه لكن لما بيدخل بيلاقي ما فيش اي ستاير اصلا جوه. وهنا بيحاول يدور حوالين الاوضه لو فيها اي ستاير ممكن يكون العجوز مستخبي وراه. وفجاه بتظهر البنت البيضاء وهي بتجري ناحيه وانج وخايفه وبتصرخ وبتطلب منه يساعدها. فبيحاول وانج يهديها ويطمنها وبيسالها العجوز فين. فالبنت بتقول له ان الراجل العجوز المسؤول عنه اصر عليها تلعب معاه لعبه الغميضه بالرغم من تحذير الورقه المكتوب على الباب الاوضه ليها. وهنا بيسال وانج نفسه اذا كان غلطان في تحليله اللي بيتكتب على باب الاوض وبيفتكر انه كان نصح يونلي الحامل بانها تنفذ عكس المكتوب في الورقه. ساعتها بيخاف لانه كده ممكن يكون وقع يونلي في مشكله اكبر. بعد كده البنت بتكمل لوانج اللي حصل معاها وهو انها في كل مره بتلعب الغميضه مع العجوز بيستخبى ورا الستاره وبيفضل موجود نسخه منه ورا الستاره وبيرجع يطلب منها تلعب معاه من جديد لحد ما في النهايه بنشوف صف كامل نفس الراجل العجوز مستخبين ورا الستاره. وده خلى البنت تخاف ومصدقت لقيت وانج قدامها. وعلى طول بنشوف البنت بتزق وانج جامد ناحيه الستاره وبتجري هي وتهرب وهي بتقول له ما تزعلش مني بس انا مش عايزه اموت. وبيقرب وانج من الستاره وبيرفعها وبيتفاجئ باللي وراها. يا ترى وانج هيلاقي ايه ورا الستاره ولا يقدر يتعامل في الموقف ده ولا لا؟ ده اللي هنعرفه في الاجزاء اللي جايه. عاوزك قبل ما تمشي يا صديقي العسل تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام وتدوس لايك وان شاء الله استناك الجزء اللي جاي.